ازاي اكون ام فرفوشة؟ بنتي بتقولي انتي نكدية وعلى طول زعلانة. انا حزينة اني سايبة الذكرى دي في أول ولادي. حاجة أنا حابة أطمنك إن الأمهات في العموم بيمروا بضغوط كبيرة جدا ما بين مسؤوليات البيت ومسؤوليات الأطفال والأحداث اليومية اللي موجودة حوالينا. ده غير الوضع العام اللي هو أصلا مسبب لقلق وتوتر رهيب. فتلاقي نفسك مش حاسة إنك دايما مبسوطة أو قادرة إنك تكوني فرفوشة. بس أنا عايزة أقولك إنك أم هايلة لمجرد بس إنك بتسألي السؤال ده ومهتمة إنك تسيبي ذكرى حلوة لأولادك. النقطة التانية إن الأطفال مش محتاجين أم فرفوشة طول الوقت، ولا محتاجينك تضحكي وتهزري على طول. هما محتاجين حاجة أهم بكتير، محتاجينك تكوني قريبة متواصلة معاهم، حاسين إنك شايفاهم وسامعاهم وفاهمة مشاعرهم. القرب ده هو اللي بيفرق معاهم. طب تعملي ده إزاي؟ ببساطة محتاجة تخصصي 5 دقايق أو 10 دقايق كل يوم اسمعيهم من قلبك، من غير نصايح، من غير مقاطعة. استماع حقيقي. اللحظات الصغيرة دي هي اللي بتروي قلب الطفل، بتخليه حاسس انه مهم جدا ومحبوب. وده اهم من انك تكوني فرفوشة طول الوقت. شكرا جدا لسؤالك لانه فتح موضوع مهم قوي، واكيد في امهات كتيرة بيسألوا نفس السؤال ده.